اطلب من ربنا دايما انه يتولاك. ادعي اللهم تولني في من توليت. معنى ان ربنا يتولاك انه يحفظك ويرعاك، يعني امان من كل خوف وسلام من كل فزع، وان قلبك يبقى مليان طمأنينة. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. علشان تبقى من الذين تولاهم الله فكن معه سبحانه وتعالى وتوكل عليه. وربنا سبحانه وتعالى قال وهو يتولى الصالحين. وفي آية تانية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فكن منهم. تعالوا نشوف بقى الإبداع ده، يعني بجد مش عارفة أوصفها، ألوانها ورقتها وشياكتها، كاجوال وأناقة، لا ورقية يا جماعة والله. يعني تبقي لابساها كده في الشارع كله بيبقى مش متخيل ازاي الألوان دي ماشية مع بعض بالانسجام ده. تعالوا نعيش تفاصيلها. الشنطة دي معمولة بالمغناطيس مش سوستة، فسهلة في استخدامها جدا وتنفع كروس أو كتف. شايفين رقتها يا جماعة؟ الشنطة بتتكلم. عرضها 24 سنتي وطولها 20 سنتي، فمناسبة جدا في كل الخروجات. عايزة اقول لكم ان هي فعلا سهلة جدا، ما فيهاش اي فكرة. اهم حاجة فيها بس ان الخيوط كلها تبقى نفس السمك عشان ما يبقاش فيه اختلاف في الشنطة. غير كده هي بس من غرز الحشو. لو عايزين طريقتها قولولي وهنزلها قريب ان شاء الله. مستنية رأيكم، وبجد بجد كل اعمالكم اللي بتبعتوها لي بتفرحني جدا. استمروا وابعتولي. شكرا لكم. ما تنسوش اللايك والشير.